السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهاردة الجزء الثالث من سلسلة جمع المحصول من الأرض للبيت. وطبعا زي ما عارفين في الفيديوهين اللي فاتوا المحصول اللي هيتجمع المفروض ان هو الغلة او القمح. انا ندى احمد، لو اول مرة تشوفوني ياريت ما تنسونيش في لايك وشير ليوميات ندى احمد. زي ما انتم شايفين طبعا واضح جدا ان احنا رايحين دلوقتي الارض، بس النهارده احنا والاول مره يعني حاجه تسجل في التاريخ، فاحنا رحنا لوحدنا، يعني مشينا كده حسب فهمنا حسب كده. انا رحت لوحدي انا وايسن. هي الارض مش بعيده قوي قوي من البيت، وفي نفس الوقت مش قريبه قوي قوي. انا طبعا ماشيه بقالي فتره بس ما صورتش، فهنا اصلا انا وصلت عند الارض. آه، الارض احنا وصلنا لها دلوقتي، في حد هنلاقيه قدامنا خالص بس هيتضح لنا اللي هو في الارض اللي جنبها. يعني احنا هنفكر ان هي هنا، بس للاسف يا جماعة هنلاقيها المفروض دلوقتي ان هي مشت، وهنضطر بقى ان احنا نروح لها الارض التانية اللي هي فيها البرسيم. ان هي المفروض برضو دلوقتي بتخلف البرسيم ده، يعني بتأكل اخر حاجة فيه هتخلصه، وبعدين اللي هيطلع بقى مش هتعمل فيه حاجة، هتشتاله خلاص، وبعدين هتزرع الذرة بقى. المفروض هتزرع الذرة و... وبعدين في أرض تانية هتزرع فيها رز، وبرضو أرض تانية هتزرع فيها ذرة إن شاء الله. دعواتكم ليها. زي ما انتوا شايفين هي خلاص قربت تخلص هنا الغلة. مربطاها كل شوية مع بعض زي ما انتوا شايفين، عشان لما الدراسة او الجرار بيجي تكون جاهزة. تكون جاهزة ان هي تدرس على طول. هوريكم دلوقتي هيكون قدامنا ناس بيدرسوا الغلة او القمح، هوريكم بيكونوا عامل ازاي. طبعا مش مصوراهم بوضوح لان برضو كل واحد ده خصوصياته، وبعدين هنا الناس في الارياف مش واخده على كده، يعني بتستغرب انه ازاي انت تصورينا، يعني عقلهم او دماغهم بيهيأ لهم حاجه تانية يعني. فخلاص ان هوريكم اللقطه كده على الطاير، عشان الله اعلم لو قدرت اوريكم يومها، ما قدرتش يبقى انتوا عندكم فكره يعني عن الموضوع. وان شاء الله احنا هنروح لها بقى ارض البرسيم دلوقتي ونروح. ارض البرسيم دي قريبة خالص من البيت، هنروح لها بقى ونروح، وبعدين ان شاء الله في فيديو جاي هوريكم واحنا هنروح معاها وهي بتجمع التوم من الارض الغلة اللي هي خلصتها دي، اللي هي ايه. خلاص هي خلصت الغلة اللي فيها، ربطتها كلها ربط صغيرة كده او وسط، يعني مش صغيرة قوي. زي ما انتم شايفين دي دراسة ايه، جرار بيفصل الغلة عن القش اللي فيها او التبن. ان شاء الله هي خلاص خلصتها، ما عادش فيها حاجة، فهي بقى المفروض ان هي تشتري التوم اللي هيكون هي زرعاه من اول السنة جنب الغلة دي حواليها، يعني من الاطراف. فهنشوفها ان شاء الله وهي بتعمل. دعواتكم ليها الله يعينها، ودعواتكم جميعا لكل الناس دي، لان حرفيا الناس دي في الايام دي بتتعب تعب جامد، يعني بتيجي اخر اليوم كده وبفينش بقى خلاص بتنام يعني. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوناش في لايك وشير ليوميات ندى. زي ما انتوا شايفين احنا هنا خلاص وصلنا لها. انا ما كنتش عارفه عن المكان ده، بس في ناس قالوا لي ان انا همشي يعني من الطريق ده هلاقيه، لان هي كانت لسه ماشيه قدامي، ففعلا يعني حاجه بسيطه ولقيت. لان يا بنتي انا ما جتش يعني ايه لوحدي قبل كده، فبتكون اول مره مستغربه شويه. زي ما انتوا شايفين كده هي هنا طبعا هي مفكره اصلا ان احنا مش جايين لوحدنا، فهي استغربت جدا لما لقتنا. زي ما انتوا شايفين كده هي خلاص زي ما قلتلكوا ان هي بتخلي الارض دي، يعني بتشتري البرسيم اللي فيها عشان تشوف هي هتزرع ايه بقى. هي هتزرع فيها ذرة ان شاء الله يعني او كده يعني، يا اما ذرة يا اما رز او العكس، هناك ذرة وهنا رز، مش عارفة بقى. وبالصدفة لقيت الارض اللي جنبها بالظبط زي ما انتوا شايفين كده بتدرس الغلة. انا بحاول اقرب لكم على قد ما اقدر لان انا بعيد عنهم، فبحاول زي ما انتوا شايفين العفر ده طالع من المكنة، والكوم العالي ده اللي هو التبن او القش اللي بتفصل، والشكار دي بتكون محطوطة في سوري يا جماعة، بتكون محطوطة في يعني ايه، في الجرار من قدام له حاجة كده بتحط في قلبه.
انا هنا وصلت لنهاية الفيديو، انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، متنسوناش في لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.